السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم لينا البريجية. اللي مازال ما جربتش طاجين الفرماج بهذه الطريقة نقول لها راكي تراطي. جبت لكم اليوم واحدة الوصفة سهلة بنينة بزاف، يجي مفرمج اكيد لانه طاجين الفرماج. وشوفوا لي التقديم بزاف هايل وحاجة جديدة. تبعوا معايا الطريقة كاملة، راح تتحصلوا على 4000 طبق تقدروا تحطوه في مائدة الافطار تاعكم. نقول لكم كامل رمضان مبارك وصحة فطوركم مسبقا. نروح مباشرة لطريقة التحضير. هنا أول حاجة نبداو بها هي لاصوص. شوفوا هنايا نحيت صدر الدجاج، عندي نص صدر، جبت برك العظام نتاعو، وهذاك نص صدر تاع الدجاج كنت رحيته. شوفوا هنا واش درت، عندي بصلة تكون شوية متوسطة، رحيتها، درت الملح فلفل كحل واكيد توابل ابو حفص، هما اللي مدوا لي البنه للاطباق تاعي. هاوليكم رقم الهاتف اللي تحب تكموندي، عندهم توصيل لجميع الولايات، عندهم توابل الاساسيه والثانويه. درت هنا فلفل كحل، درت شوي كركم وزنجبيل. شوفوا هنا خلطت المكونات هذو مع بعض، نحطهم فوق النار ونخليهم يتقلوا على نار تكون متوسطه. هنا نروحوا نحضروا الدجاج واللحم تاعنا. شوفوا هنا درت بصله كنت رحيتها، بصله تكون متوسطه ايضا، درت لها شويه نتاع الزيت وحطيتها تتقلى. ما ننساوش لاصوص هذيك تاعنا، خلوها تتحمس مليح مليح هكذا باه تجيكم اكيد بنينه. ما تروحوش مباشره تفرغوا عليها الماء. من جهة أخرى كنت غليت الزيتون مع شوية فرينة وشوية نتاع السكر، حوالي مغرفة مغرفة، وغسلته مليح مليح وقطعته كيما راكم تشوفوا، وضفته لهذيك لاصوص تاعي. شوفوا ليه ما تنسوش برك البصلة، مرة على مرة بقاو تحركوا فيها. بالنسبة للاصوص ديروا لها الماء، قيس برك ما يتغطى هذاك الدجاج لأنه ما نحتاجوش بزاف، ما عندناش حاجة بزاف للطيب. هنا البصلة هذيك بعد ما تقليت وذبالت، عندي هنا كمية، عندي نص صدر تاع الدجاج، وقيس هذاك نص صدر درتو فيونداشي. تقدروا ديروها بالدجاج وحده بالفيونداشي وحده، هذه الاختيار راجع لكم، وفي زوج يجوا بنين. انا دائما نحب نخلط بيناتهم. درت لهم الملح اكيد، وابقوا تخلطوا فيهم، وبهذه الطريقه هكذا باه ما يجوكمش متكتلين، يعني حاولوا تحلوهم مليح مليح. شوفوا تحصلت عليهم بهذه النتيجة. هنا من توابل أبو حفص اللي تزيد لي البنة راح نستعمل كيري اللحم، توابل اللحم أو توابل الدجاج كيما تحبوا. درت كمية، هنا ديروا على حسب يعني كمية الدجاج اللي درت، ودرت أيضا شوية فلفل أسود. وهنا راني نقلي فيه، خليه حتى يتقلاو مليح ويطيب معاكم هذاك الدجاج واللحم. بعدها رايحة نضيف كزبر أخضر، هنا نحيتهم النار كامل. وعندي كريمة سائلة اختيارية، اللي تحب ديرها اللي تحب تستغنى عليها. انا كي تكون متوفره برك نحب نديرها. هنا عندي ايضا زوج مغارف كبار نتاع فرماج، وزوج مغارف خبز مرحي، البيض ما عندوش كميه محدده، تدي لكم على حسب كميه الدجاج واللحم. هنا درت ثلاثة في البدايه. ما تنسوش برك ديروا لهم الملح، وراني نضيف فيهم بالتدريج ونخلط. هنا حاولوا تخلطوا مليح. بالنسبة للقوام يكون شوية جاري، يعني هكذا باه ما يجيكمش ناشف طاجين الفرماج تاعكم. دوك تشوفوا القوام معايا. هنا شوفوا درت 3 بيضات وراني نخلط فيهم. هنا حسيتو مازال شوي ناشف، على هذه رحت زدت جبت بيضة وزدتها، يعني بالإجمال كامل اديت لي 4 بيضات. انتم اذا درتوا صدر الدجاج كامل تدي لكم حوالي 4 بيضات، وزيد ايضا يعني على حسب الحجم نتاعو، سواء نتاع صدر الدجاج او تاع البيض. انتم شوفوا القوام اللي تتحصلوا عليه. هنا شوفوا الطريقة، تحبوا ديروهم في البلاطو تاع 30 على 10، تحبوا ديروا كيما درت، تحبوا ديروهم في اللي سيرسو هذوك الفردية، كل وحدة كيما تحب. شوفوا أنا جبت السيرسو هذا، دهنته من تحت برك بشوية نتاع الزبدة، حطيته في البلاطو اللي مباشرة نقدم فيه. إذا حين تحطوه في البلاطو آخر، ديروا من تحت ورق الطهي وحطوه، من بعد يسهل عليكم تنحوه. هنا شوفوا فرغته كامل، حاولوا تعدلوا له الوجه تاعو. من جهة أخرى عندي زوج حبات بيض، شوية فرماج رابي، شوية كريمة سائلة اختيارية وفرماج، وعندي كزبر أخضر والملح. هنا هذو رايحة نميكسيهم. كي نميكسيهم نتحصل عليهم بهذا الشكل. هذه الطبقة اللي من الفوق ثاني تجيكم بزاف بنينة، وتزيد زيد البنة والشكل يعني في الطاجين الجبن تاعكم. هنا شوفوا فرغتها. هي هنا عندكم زوج خيارات، تحبوا كيما درتوا الدجاج
واللحم هذوك الطبقة الأولى طيبوهم وحدهم، بعدها تزيدوا طبقة الفرماج وتزيدوا طيبوها، وتحبوا كيما درت أنا، درت كل شي مع بعض وطيبته مع بعض، فقط نقصوا درجة الحرارة تاع الفرن وخلوه يطيب مليح من الداخل. يعني نحتاجو البيض ينشف. هنا هاي لكم لاصوص بعد ما طابت جات بزاف بنينة. وهاو لكم أيضا طاجين الفرماج. هنا قسمته معاكم تشوفوا لي كيفاه جاي البنات، جا بزاف بنين. صراحة وصفة بزاف هايلة سهلة ما يديش منكم الوقت، وطريقة تقديم أيضا جديدة عليكم، ممكن اللي جربتها قبل وممكن اللي مازال ما جربتهاش. المهم حنا نفيدو بعضنا سواء بالوصفات أو بطرق التقديم. نتمنى إذا عجبتكم الوصفة هذه ما تبخلوش عليا بلي جيم وتعليقاتكم البنات، لأنهم يحفزوني بأن نزيد لكم وصفات أخرى. شكرا، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.